الفيديو ده ممكن يطول يا شباب. الفيديو ده انا طالع اتكلم معاكم، طالع عشان افيدكم. مش هيبقى فيه مونتاج كتير، يعني انا الفيديوهات اللي بطلع اتكلم فيها مع الشباب ما بحبش اكتر قوي من المونتاج قد ما انا عايز ان المعلومه توصل لك كويس. الفيديو بتاع النهارده هتكلم فيه معاك على حاجه انا بلاحظها في الشباب، وهو ان هو ساعات بحس ان في ناس بتبيع كرامتها، او ان هو دايما بيحسس نفسه ان اللي حواليه اكبر منه، او ان هو اضعف من الباقي. طبعا الكلام ده انا عايزك تشيله من دماغك خالص. ما تخليش حد، يعني بمعنى صح بيقولها لك عندنا في العاميه ايه، ما اعرفش لو في حد بره مصر هيفهمها ولا لا، اللي هو بيرسمها عليك او بيتكبر عليك. ما تديش لحد حجم اكبر من حجمه، ما تديش لحد اهتمام اكتر من الحاجه اللي يستحقها، لان الناس بطبيعتها لما انا بديك اهتمام اكبر من حجمك او اهتمام اكتر من اللي انت بتحتاجه، الطبيعي ان انت هتتكبر عليه. فانا عشان كده كاتب لك على عنوان الفيديو اوعى تكون ضعيف، خلي ليك كبرياء. طبعا انا مش معنى كده بقول لك اتكبر على خلق الله، او ان ده ماشي هناك لا 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 ده اللبس المعفن اللي هو لابسه ده ما تصاحبوش، لا مش قصدي كده خالص، ولكن قصدي كتعامل، قصدي كتصرف. ما تخليش حد يعني يبقى ليه عليك نمرة او حد ليه عليك جميل، لا، دايما خليك ماشي وسط الناس رقبتك مرفوعة، ماشي وسط الناس، ما تمشيش موطي راسك، لا، كده غلط، كده غلط. دايما خليك قاعد وسط الناس ليك هيبة، خلي دايما ليك قيمة وسط اللي حواليك. طبعا ده مش هيجي في يوم وليلة، بس هيجي مع الاستمرار. خليك متعود على كده، ما تخليش حد بمعنى صح يرسم عليك، ما تخليش حد يكبر عليك، ما تديش الفرصة لحد اصلا ان هو يعمل معاك حاجة زي كده. تمام؟ اللي تحس من ناحيته ان هو مش قابلك او ان هو مش طايقك، في 60,000 داهية يغور في داهية ونكمل مع حد تاني. طبعا انت عارف انا قصدي على بتكلم على ايه عموما يعني. وسواء كان ولد او بنت، ما تخليش حد يكبر عليك، ما تخليش حد يبقى يعني زي ما بيقولوا حاطط ايده عليك او حاطط عليك، لا 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 لا, لا. ربنا خلقك، خد بالك. سيدنا عمر زمان كان في واحد والله انا مش فاهم، بس بمعنى الكلام سيدنا عمر لاحظ ان في واحد كان بيغض بصره، فماشي باصص في الارض يعني موطي راسه بطريقه. سيدنا عمر نغزه وقال له بمعنى الكلام، انا عشان بس ما اقولش الحديث غلط، معنى الكلام ارفع راسك، امشي وسط الناس. اي نعم الاسلام عزه، والاسلام عز، فما ينفعش تمشي وسط الناس مقتب وعامل كده وحاضر يا بيه حاضر يا بيه مش عارف ايه وتبقى ماشي ضعيف، لا، مفيش حاجه اسمها كده. كبر الكبير ما عنديش مشكله، بس ما تخلوش يركب عليك. تمام؟ راجل كبير له احترام، انا ما عنديش مشاكل، يعني مثلا ما يبقاش راجل كبير معدي ومديله بالقلم ويقول كبرياء ومش كبرياء، لا، ولكن في حاجه اسمها اصول. راجل كبير ما ازاي حضرتك عامل ايه، تمام، تتعامل زي ما بتتعامل مع الصغير تتعامل مع الكبير. فدي كانت وجهه نظري طبعا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تخليش زي ما قلت لك حد يتحكم فيك، او حد يبقى ليه سيطره عليك، او حد يبقى حاطط ايده في حياتك، او لا، حياتك وانت هتمشيها زي ما انت ما عايز. فاهم؟ النهارده حد مثلا على هواك وانت على هواك انا بها، ما تمشيش ان انت مع واحد مزاجنجي عاملك النهارده حلو وبكره عاملك وحش بعده عاملك بكيفه، لا، ما فيش حاجه اسمها كده. عامل الناس اللي انت شايف منهم تقدير ومقدرينك، انما اللي مش مقدرينك يغوروا في 60 داهيه. بس السلام عليكم.